سلام. اليوم نبداو سلسله جديده ديال الرابيد. طرح في كل فيديو نحاولوا نلعبوا الرابيد اللي فيه الوقت كتار، اللي نحاول نشرح فيه الافكار كتر ونشوف. نبداو اول طرح ديالنا 10 زائد 0. هنا كنطيحوا. اوكي، دابا في الاول نبداو نطيحوا مع لعبه ضعاف على حسب ما كنقول، ولكن هاي تقلب عليا كيلومتر رجع على بو سي 4 كوينز جامبيت. لعب لينا السلاف ديفانس، كنطورو النايت للسي 3. اوكي معقوله. دابا كاين بزاف الافكار. فيديو نبدا بالنايت هما الاولين بطبيعه الحال، نايت جي 3. فيديو نطول بيشوب الجي 5. فيديو نقصي هنايا. انا نخلي بوزيسيون مستقله اكثر ونلعب نايت اف 3. خليه هو اللي ياكل. اوكي دابا تقلبات سيمي سلاف حيت لعب اي 6. دابا نبينيو ليه النايت ديالو، وهنا كيجري عندنا. دابا عندنا ديسيزيون، واش نعطيو الفو ولا ما نعطيوش. عطينا الفو تبقى عندنا البيرد فو ما بقاتش. فيديو يرجع للور بطبيعه الحال، وفيديو نقصي ونلعب اي 3. ولكن انا بغيت نلعب بيشوب اتش 4 نجرو يدفع جي 5. داكشي اللي وقع دفع جي 5. دابا الديسيزيون فيتي نقصي، ولكن ما مزياناش في هاد البوزيسيون حيت تاكا ديما عنده بيشوب اي 7. ارجعو بيشوب جي 3 والافكار هي اي 3 اتسيتيرا. قالك اجي تكاسي. انا صراحه بتلعب اي 3. نخليه هو اللي ياكل. اوكي كلا ناخذ بالاتش بون. حلينا الروك، ندخل هو بالكوين ديريكتومون. انطورو البيشوب ديالنا الدي 3. بطبيعه الحال هنا ميمكن ليه شي كاس لي قصير حيت بيطيح ليه الاش 6. هنا كيدفع بيطق تاع الاي 5. دفع ديال البيطق ديال الاي 5. عطاني بيطق. السؤال هو ما عطانيش بيطق، عطاني فورك. دابا السؤال هو واش كاين شي تكتيك عنده، حيت بعض المرات كيضحيو ببيدق باش يعطيو تكتيك. هذه الفكره. ولكن في هاد البوزيسيون واش عنده شي حاجه انا ما كتبان لياش، وبالتالي ناخذ البيدق ونفركي ليه الكوين مع النايت. مساعدات بطبيعه الحال النايت ديالي. هنا كيحيد الكوين ديالو. هنايا الا فكرت ناخذ هنا ياخذ بالنايت، هي كتبان زوينه ناخذ هنا وطالب تيمبو الكوين، ولكن النايت تيكس وفي الاخر مشات لنا ما خديناش البياسه. بكل بساطه ناخذ النايت ديالو. خدا. اوكي. ودابا عطاني البيدق الاخر ناخذوه في الوسط والنايت جاي في الطريق. اوكي هنا في هاد البوزيسيون اوف كورس عرفنا عندنا افونتاج، ولكن ممكن نخسرها بطبيعه الحال. ولكن هنايا بلاتي باش نكون واضحين عندي بزاف تشيكات ياك. بطبيعه الحال عندي البيدق تاع تي 5. البيدق تاع تي 5 كون ضارب الكوين طالب سي 7 سكوير كدا وكدا وكدا. ولكن عندي تشيكات اخرين بحال بيشوب بي 5 كوين اي 4 يمكن نلعب عليهم توم. ولكن المشكله ديال مثلا كوين اي 4 بيشوب هنايا وما كنشوف حتى حاجه، وبالتالي ناخذ بالنايت. البلان ناخذ بالنايت بيطيح لي البيدق هنايا صحيح، ولكن كلشي محمي. وبالتالي اذا خدا البيدق ديال البي 2 عرفتي دابا غير نيت بشويه هذيك صاحبي. خدا البيدق تاع البي 2. دابا اش طالب الروك، ولكن الروك محميه. طالب تشيك في سي 3 ولكن ماشي مشكل. بطبيعه الحال الا عطاني دابا تنفكروا فاش كنفكروا في النايت سي 7 تشيك. نايت سي 7 تشيك نفركوا ليه الكينغ مع الروك، ولكن بيعطيني تشيك من بعدا في سي 3. مره ما عطاني تشيك في سي 3 ما عنديش النايت ندرك بالنايت وما عنديش ندرك بالكوين. علاش ما عنديش ندرك بالنايت؟ حيت بطاح ليا البيشوب. ما عنديش ندرك بالكوين حيت بطاح ليا الروك. وبالتالي حنا دابا كنحسبوا نشوفوا اش بيوقع. نلعب ليه نايت سي 7 تشيك ياك. مره ما يحرك الكينغ ناخذ الروك، يعطيني تشيك حيت هي اللي كتبان نقله قويه. نلعب كينغ اف 4 ونهني راسي صافي. يلا نايت تشيك نبريموفيو ناخذ الروك. ولكن بلاتي قبل ما نبريموفيو يمكن تكون شي ماط. واخا لا اعتقد هاد البوزيسيون فيها شي حاجه.
ناخذ الروك يعطيني تشيك في سي 3 نلعبو كينغ اف 1. هادشي اللي قلنا. وباش نحافظوا على البيسز ديالنا كاملين وكينغ اف 1 الكينغ ديالنا امين وداكشي اللي بغينا. اوكي هادي نقله صراحه نقله زوينه. جا قال لينا اش كدير تما نبينيو ليك القضيه. دابا عندنا عاوتاني ديسيجن نكاسليو وما نسوقوش وكاع الا طاح البيشوب ماشي شي حاجه كثيره حيت حنا اصلا رابحين بزاف د الماتيريال، او لا نرجعوا بالنايت ديالنا، او لا نسدو الطريق تاع الروك. وانا كتبان لي تسدى تاع الطريق تاع الروك مزيانه، نسدو على الروك هذيك الطريق بالنايت. ودابا البيشوب ديالنا معليش مبيني. وهذا صراحه هاد السكور تاع دي فور ما عرفتش واش ما ساهلش تسمي اوت بوست. علاش؟ هو البيض ما كيجربش عليك، ولكن لاكاز ديالو دي فور ماشي في التريتوار الخصم، يعني ماشي هنايا في هاد القنت. هذا هو التريتوار تاع الخصم، انا التريتوار ديالي هو هذا. يعني دي فور جات في التريتوار ديالي، يعني هي اوت بوست وماشي اوت بوست. يمكن نسميوها شي حاجه بحال سمي اوت بوست. صراحه الديفينيسيون ديال اوت بوست ما سالاش، كل واحد اش كيقول. دابا شنو طالب كل واحد اش تيقول بعدا على قبل تنهضر على اللعابه القدام والكتوبه وداكشي. كل واحد اش تيقول، ما كاينش فكره واقفه على زعما وحده واقفه بوحدها. دابا اش طالب خونا؟ هذا هو السؤال المطروح ديما خاصنا نسولو راسنا في الرابيد والكلاسيك وداكشي. بليد صعيب تسول راسك هذا السؤال ديما حيت ما كاينش الوقت. هنايا انا ما بلي الصراحه طالب شي حاجه يمكن ليا بكل عندي بعض قطع الاشيس صحيح، ولكن يمكن لعب كوين بيدري ممكن جدا. صراحه لعب كوين بيدري اش بان لكم؟ لعبوا كوين بيدري كنحيدو من الطريق ونقول جيت كاسي الكوينز. كوين بيدري جيت كاسي الكوينز. ما عندي حيد لي الضغط على البيشوب ديالي. عطينا فوالا كاسا. هنا بطبيعه الحال ميمكنليش ناخذ بالنايت حيت طاح لي البيشوب، ناخذ بالبيدق. حليت الروك ديالي. طالب البيدق تاع الاش 6. كلشي مطلوب بطبيعه الحال. دابا ما بغيناش نكاسليو. دابا كيلعب ليا النايت تما. صراحه النايت تما مزيانه، الفكره ديالها هي بغا النايت ديالي ولا كليت هنايا. ما غاديش ياخذ لي الفوا حيت بناخذ بتشيك. نلعبوا نايت تيكس وهنا نلعبوا حنا كينغ اي 2. كينغ اي 2 ما كاينلاش نكاسليو الاند جيم عادي، ما كاينلاش نكاسليو كافي ديال ناخذ بيدق بتشيك. دابا هو جا طايب ليا النايت ماشي مشكل. هنا حمينا بطبيعه الحال البيشوب ديالنا. في ديال نسمح في النايت صحيح حيت ما عندي ماتيريال كتير. في ديال نلعب شي حاجه بحال نايت سي 7. شنو عاوتاني في ديال ناخذ البيدق بطبيعه الحال هي الفكره اللي عندي وبغيت غالبا هي اللعب. في ديال ناخذ الاشيس، ولكن انا بغيت ناخذ البيدق اللي كاين هنايا بكل بساطه بيني والبيشوب. الا خدا ليا بالروك بطبيعه الحال النايت ديالي غادي ناخذ ليه هنايا عاوتاني. كيحيد البين واش كاين شي تشيك على الكينغ ديالي وتمشي ليا الروك. ما بان ليش هذاك تشيك، ما كايناش عنده بيشوب اف 3. وبالتالي نلعبوا نسولوا له هذيك الروك واش كدير تما، علاش كتحمي ليا البيشوب. انا بغيت ناخذ البيشوب قال لك لا. وهنا بطبيعه الحال ناخذوا الاش 6 ديالنا. دابا عنده الفكره ديال الاف 3 صراحه نقله زوينه من عنده. بيشوب اف 3 تشيك، ومنها جاي القضيه بتكون يدير لي الروك يدير لي كاليتي. نظن هو واش نسمحوا له في الكاليتي، هذا هو السؤال. انا كيبان ليا لا داعي نسمح ليه في الكاليتي ونجيو نضغطوا على البيدق، لا داعي. انا بطبيعه الحال خاصو يبقى حذر من عرم تشيكات. انا خاصني نبدا نلعب شويه دغيا حيت الوقت كيلعب دور. النايت ديالي بنحطو في السي 4. النايت ديالي مزيان تما. خدا ليا بيدق هذاك دابا السؤال هو واش هاد البيدق حيت شفتو بياخذ البيدق، ولكن كنت كنفكر واش هاد البيشوب يمكن نزدو عليه. كيفاش نزدو عليه؟ هي شي حاجه بحال اف 3. اف 3 دابا البيشوب ما كيرجعش اللور، ما كيرجعش اللور. عنده شي دفعه بحال هادي صحيح، ولكن بطبيعه الحال يمكن يلعب شي حاجه بحال بيشوب. هنا بطبيعه الحال انجو الفكره هي كنت بغيت نرجع بالروك نطلب هذا البيشوب، وهذا البيشوب ما بقى عنده فين يمشي. باش يعتقو كان خاصو يلعب جي 4، وجي 4 كان عندي عليها نقله بحال بيشوب اي 4 ونكسي معاه البيشوبس ورابح. اوكي زاد عطاني بيدق ناخذوه. هنا بطبيعه الحال وصلنا واحد البوزيسيون خاصنا نبداو نحدو من ستيلميتس. بطبيعه الحال نلعب ليه جي 4. هي باقي ستيلميت ما كايناش بطبيعه الحال حيت الروك خدامه، ولكن خاصنا نكونوا حذرين. تشيك لهنا رجع الله فتك الباك رانك. بطبيعه الحال ما خديتش الروك
ودابا السؤال، اذا خدينا الروك ناخذ الروك بياخذ بالكينغ وبنعطيوه تشيك، ارجع الباك رانك ونعطيوه تشيك مات. وهذا كان طرحنا الاول دابا هاد السلسله الرابط. طرح صراحه ما كانش صعيب بزاف، ولكن عطاني وقت بانني نشرح لكم النقالات كفايه. فينا نطيحوا مع لعبه صعب، يكون صعب اكثر انني نشرح بهذه الطريقه زعما معمقه اكثر، فهمتي؟ نحاول نشرح داكشي اللي واضح. نبدا ندوزو دابا الطروحه الاولين اللي بقاو تعطيونا منافسين بحال هكا، نشرح داكشي اللي واضح، فهمتي؟ ولكن من بعد داكشي اللي واضح ما يبقاش عندنا الوقت نشرحه بزاف، خصنا لاعبين 10-0. الا قلبنا 10-5 ولا شي حاجه غنلقاو منافسين قلال، فهمتي؟ قليل فاش تلقاو شي منافس اللي مزيان وتاخذ الوقت بزاف. عاوتاني 10-5 ما كيلعبوهاش الناس بزاف. اكثر وحده كتلعب هي 10-0، ماشي بحال البليز كيلعبوا 3-0 3-2، ولكن في الرابيد 10-0 اكثر وحده كتلعب. خدينا الوقت، وهادشي اللي خاصكم ديروا يعني في كل لعب طرح تاع الرابيد خاصك تاخذ وقتك مزيان، حيت الوقت تايم مانجمنت بزاف الناس كينساوه. كتبقى غارق في البوزيسيون وكتبدا اما كتصيفط الوقت بزاف كتغرق بزاف، او لا كتلعب دغيا. البلان شنو هو فين كاين؟ كتكون لعب بليدز خاصك تلعب على الانستينكت. يعني صعيب تحسب كل شيء، صعيب انك يعني اللعبه الواري ما كيحسبوش كل شيء، حيت ما كاينش الوقت بانك تحسب كل شيء. انت ما ديرش فيها راسك كرومتر وتبدا تحسب كل شيء. اصلا واخا يكون شي جراند ماستر، ما كيحسبش كل شيء حيت ما كاينش الوقت. البلي الوقت كيلعب دور كبير في الشطرنج. يعني بزاف الناس كيعملوا هذا البلان، حيت انا عندي دقيقه ماشي هي انا عندي 5 دقائق، المنافس ديالو عنده دقيقه وانا عندي 10 دقائق، ماشي هي بجوجنا عندنا 3 دقائق. كاين فرق كبير. يعني فين هو تايم بريشر تهبط عليه، هذاك الضغط ديال الوقت تهبط عليه، ماشي بحال انا مرتاح هو اللي هبط عليه الضغط، ماشي العكس. كاين لعابه اللي كيهبط عليهم تزيرو في الوقت وكيوليو يلعبوا احسن، هذيك تتوقع. ولكن هذوك الناس غالبا عندهم مزيان مع البولات. بطبيعه الحال كيلعبوا الاونلاين بولات، يعني واخا في البورد الافكار داكشي واضح، كاين شي لحظات واضحين كتولي تتعلم كيفاش تلعب دغيا. هذا ما كاين. كنتمنى الطرح يكون عجبكم. بطبيعه الحال كما قلت لكم الطروحه الجايين غنبقاو طالعين في النيفو. بطبيعه الحال يمكن نخسروا، يمكن نربحوا، يمكن نتعادلوا، ولكن الهدف هو بطبيعه الحال ماشي هو شحال نوصلوا في الايرو. بطبيعه الحال ما عندناش واحد الليميت، يعني بغينا نوصلوا شحال ما كان، ولكن الهدف الاول هو نستمتعوا و وخصوصا نتعلموا، فهمتي؟ يعني طرح بحال هكا هذا طرح لا داعي اناليزي، يعني كان واضح. مي تروح الاخرين لاناليز ونشوفوا ستوك فيش صاحبنا اش تيقول مزيانين هذوك الافكار. بطبيعه الحال فين تبغي اناليزي ديما اناليزي انت الاول بوحدك، يعني كتجبد الاناليزيس بورد وكتبدا خطوه خطوه كتقول علاش درت هادي، واش هادي كانت احسن، واش كذا. في كتاناليزي مزيان. انا كنهضر على واحد بيتعلم، فهمتي؟ بيديفلوبا مزيان، ماشي واحد واخا بيديفلوبا كاين شي ايامات كتبغي تقصر زعما كتسوقش الاناليز. ولكن تنقول لك دابا انت في واحد المود ديال بيتي تتعلم بيتي تطور، اش كدير؟ كتلعب طرحك. من الافضل يكون رابيد. يمكن تلعب بليدز ماشي مشكل، ولكن بوليت ما كتاناليزاش، هذه حاجه معروفه، هذا قانون معروف. بوليت ما عمرك تضيع الوقت وتاناليزي حيت ما عندها حتى معنى. بليدز ممكن تاناليزي بطبيعه الحال، والرابيد ضروري خاص اناليزي. البلان شنو هو؟ كيفاش خاصك دير؟ تحل اناليزيس بورد. ما تسولش ستوك فيش، عاود طرح عاودو بشويه عليك، النقله الاولى النقله الثانيه. يمكن تفيريفي مع الباز دو دوني ديال الماسترز باش تشوف الاوبنينغ واش كان هو هذاك، واش ديجا ملعوب، واش الفكره كاينه، واش كذا. وموراها كتبدا نقله بنقله كتشوف واش دخلتي شي تكتيك اللي في الطرح ما شتيش. بطبيعه الحال انت كتفرج ماشي انت كتلعب، هذه كتوقع بزاف. النيفو ديال الناس كيتطور في تيكون كيتفرجوا. علاش؟ حيت ما كيكونوش مستريسي. هذاك اللي كيلعب هو اللي كيكون عليه الضغط، هو اللي كيكون بغى يربح، يعني واخا مقصر ولكن تيبقى عليه واحد الضغط بانه بيقصر بيربح يتستر. هذاك اللي كيتفرج تيكون جالس مرتاح ما عليه لا ضغط لا والو، تيشوف شي تكتيك اللي ممكن هذاك اللي يلعب ما يشوفهاش. ولا لاحظتوا كتفرجوا دابا في لي كومبات كاع انتوما هيكارو ماغنس كارسون ايتترا، كتكون كتفرج كيبان لك شي تكتيك
كتلقى ماكنت كارلسن نلعبوا مثلا تتقول وايد يعني داكشي اللي شاف ماكنت كارلسن واخا التكتيك صعيب. داكشي حيت نتايا جالس كتفرج مقصر. بعد ما كتشوف شي تكتيك اللي ماكنت كارلسن ما يشوفوش وكتاناليز عاوتاني من بعد ما ستوك فيش كتلقى نيت التكتيك ديالك ولا الفكره ديالك كانت زوينه معقوله. المهم كتجبد لك نرجع اناليز بورد كتحل كتبدا نقلاب شويه عليك. فين هو واش قلت هاد التكتيك واش هاد الفكره كانت افضل. تتشوف مع راسك كتحاول تحرك القطع بالطريقه اللي بغيتي كتشوف كذا 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 في كتسالي وكتحس براسك صافي شتي داكشي اللي ما شتيش في الطرح واناليز ديال الطرح صافي ولا ما بان لك والو. تما كتعيط لواحد الصديق عزيز اللي سميتو ستوك فيش. هذاك ستوك فيش خونا صديقنا العزيز كيجيب لنا افكار بسطيه. هذاك خونا بتعيط ليه بتقول له الله يحفظك وريني وريني فين خربزتها وفين خربزها المنافس ديالي وريني البلاندرز وريني كذا كذا كذا. وتما كتاناليزي مع ستوك فيش وكتشوف الانيكروسيس وكتشوف الميستيكس وكتشوف البلاندرز وكتشوف البيست موفز وكتشوف البريدينسيز اللي درتي الا كان شي النقله الوحيده في البوزيسيون انت لقيتيها شي ساكريفيس ولا شي حاجه ولا شي ماط. وتما كتسالي الاناليز هكا كدوز الاناليز. بعد ما الاناليز كتاخذ اكثر من الطرح باش نكونوا واضحين. يعني الا خديتيها بهذه الطريقه ديال انك من نيتك صعيب ديرها في على مدى طويل ماشي على مدى طويل ولكن صعيب ديرها في بزاف ديال الطروحه. يعني تلعب مثلا 10 رابيد وتجلس بحال هكا تاخذ بزاف الوقت. يعني من الافضل تخصص واحد الطرح تقول هذا ولا جوج ولا ثلاثه فهمتي على الاقل يوميا ولا شحال ما كتلعب تخصص واحد الطروحه ديال الاناليز تقول هادو من نقص اناليزيهم بتلعبهم بتاناليزي. اما هذيك الاناليز الزربانه حتى هي ممكن ديرها هذيك ما عندكش الوقت كتاناليزي دغيا 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 ومره كتسوي ستوك فيش دغيا 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 وكتشوف دغيا الافكار العامه وصافي ولكن ما تكونش معمقه. المهم كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان تكونوا فهمتوني تكونوا استمتعتوا بالطرح. يلا تهلاو.